السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. أنا قلت بقى النهاردة كده إيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بشرني بحاجة كده جميلة وثمرة خير وتعب، فقلت بقى إيه يعني نفرح كلنا مع بعض. الفراخ دي يا جماعة اللي متابعني وعارف أنا كنت جايبها كتاكيت، وكنت منزلها عندي كان يوم تقريبا كان يا 29 يا 30 7. تمام، أنا بصور لكم الفيديو النهاردة، إحنا النهاردة 28/11، يعني بقالنا بالظبط 4 شهور، 4 شهور إلا يوم. تمام كده، الحمد لله بفضل الله عز وجل. انا لسه طالع دلوقتي عشان خاطر احط لهم اكل واظبط لهم الدنيا وبتاع. لقيت بسم الله ما شاء الله اول بيضة تبشير. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قول ما شاء الله. ده بقى اللي انا دايما بتكلم فيه يا جماعه، ايه هو؟ ناس كتير جدا كانت بتقعد تبعت لي، تمام، سواء على الفيسبوك او الواتساب او حتى برضه التيك توك، آه على اليوتيوب، اللي هو انا جبت فراخ رزي او فراخ فيومي، فراخ بلدي، مش عارف الكلام ده كله، ومش عارف بقى لها عندي بتاع 5 6 شهور ولسه ما بيضتش، هي هتبيض امتى؟ تمام كده. ف طبعا انا بس وانا بصور لكم ان هم عشان واخدين عليا فعمالين يعني ينقروا في رجلي. تمام كده اهوت. فكنت بكلمهم في اللي هو المفروض لو انت مجهز تغذيه سليمه والدنيا عندك مظبوطه وتمام، هيبداوا يبشروا معاك على بدايه من ال4 شهور، 4 شهور، 4 شهور ونص، اقصى حاجه 5 شهور. ده يرجع على حسب تغذيتك، على حسب رعايتك، على حسب درجه الحراره اللي انت موفرها. يا جماعه درجه الحراره بالنسبه للفراخ البياض مهمه جدا. في ناس بتستهون بموضوع درجه الحراره، اللي هو بيكبر دماغه، يلا انا جبت الفرختين رميهم شنو بقى، الجو حر الجو برد، ده مش مهم. لا، الكلام ده كله غلط. درجه الحراره المناسبه بتفرق معاك في الانتاج، تمام ماشي كده، والتغذيه المناسبه برضه بتفرق معاك في الانتاج. فاللي انا عايز اقوله لك في الاخر ان التغذيه السليمه، الرعاية المناسبة، درجة الحرارة المناسبة، الكلام ده كله هيخلي الفراخ معاك تبشر في ميعادها، في ميعادها، مش هقول لك بدري، في ميعادها. المفروض الفراخ دي تبدا تبشر ما شاء الله كده على هو بدايه ال4 شهور، فتبشر في ميعادها. اي تاخير اعرف ان المشكله عندك انت، تغذيه بقى مش متوازنه، درجه حراره مش مناسبه، رعايتك انت مش سليمه، المكان نفسه اساسا تهويته ودنيته تعبانه، الكلام ده كله. اي معلومه عايز تعرفها عن الفراخ البياض، من بدايه من انت عايز تاسسها كتكوت لحد ما تبيض عندك ودوره الانتاج كلها، انا تحت امرك في اي سؤال. اشوفكم على خير، السلام عليكم، ربنا يبشركم بالخير يا رب، ويجعل حياتكم كلها رزق ويوسع عليكم. سلام.